وده هو حزام ال WWE ياخده احسن مصارع في العالم، وده هو انا مصارع فاشل رجعت من اصابة خطيرة بعد سنتين وطاقتي 75، لكن من وانا صغير وانا عندي حلم واحد وهو اني اكسب اقوى لقب في المصارعة. لكن الموضوع مش سهل لان البطل هو برون بريكر، اي حد بيقف قدامه بيدمره. لكن في اول يوم في عودتي طلبت فرصة مباشرة على اللقب الاقوى والكل حذرني من الماتش ده. I'm pulling for you, but Braun Breaker, he's the real deal. خصوصا بول هيمن اللي كان ضدي جدا وقال لي اني مصارع فاشل ومش هعرف اعمل حاجة. Let's be real. I'm not sure you even belong here anymore. لكن انا كنت واثق اني اقدر اكسب اول مباراة ليا بعد الرجوع. فبدأت المباراة وكنت فاكر ان الحلم ممكن يتحقق، لكن اللي حصل كان العكس تماما. برون بريكر دمرني وادالي سبير. لا اثبت وثبتني 1 2 3 وشلني ورماني بره الحلبة ودلني قدام الجماهير كلها. بعد اللي حصل ده قلت للعالم كله اني هرجع. The next time you see me, the real archetype will be back. وهكون المصارع رقم 1 في العالم. لكن كنت بسأل نفسي هل هقدر اعمل ده؟ هل هقدر انتقم من برون بريكر؟ خدت شنطتي وقررت ابدأ التدريب عشان ارجع واخد فرصة تانية على اللقب. واللي هيدربني كان الاسطورة شون مايكل، وقال لي ان في هدية ليك من بول هيمن وبرون بريكر. رحت اشوفها وطلع جاروف، وقصدهم بيه ان اروح ادفن نفسي. انا مش هخليهم يعملوا فيا كده، انا لازم انتقم، انا لازم اكون بطل المصارعة. فهل هقدر اعمل ده؟ بدأت اتدرب يوم ورا يوم، اسبوع ورا اسبوع، عشان اقدر ارجع للWWE والعروض الرئيسية. ومع كل تدريب ادائي كان بيتحسن اكتر من اللي قبله. اتعلمت فينش جديد وعملته حركات جديدة شكلها حلو، لحد ما في يوم شون مايكل قال لي تتدرب قصاد هيكتور. قلت له يلا بينا، ولعبت ماتش تدريب قصاد هيكتور وكان اداء عالمي منه 1 2 3. لكن في الاخر انا كسبت. بعد التدريب هيكتور بصلي وقال لي لازم تثبت نفسك اكتر، ما ينفعش ترجع للمصارعة دلوقتي وانت ما اثبتش نفسك. انت ماشي من هناك وانت فاشل وهم بيقولوا لك روح الدفن. لازم تسيب WWE دلوقتي وتيجي معايا للاتحادات المستقلة، تلعب هناك وتكتشف نفسك من جديد. ففكرت ووافقت على العرض. وقبل ما امشي شون مايكل قال لي Try not to lose yourself out there. وقتها قلت له I'm not trying to lose myself. I'm trying to find myself. وبعدها سافرت مع هيكتور من بلد لبلد، من عرض صغير لعرض اصغر. شهور كتيرة بتنقل ما بين العروض، بلعب ماتشات في كل مكان، ماتش عادي، ماتش اكستريم، ماتش قفص، ومرات ماتشات اغرب من كده. ومع كل ماتش كنت بثبت نفسي اكتر لحد ما جات لي فرصة بعد شهور كتيرة جدا اني انافس على لقب صغير في العروض دي اسمه TBD. دخلت الماتش، يلا بينا. بعد كل اللي انا عملته ده هلعب على لقب الاتحاد المستقل عشان اقدر ارجع للمصارعة WWE. يا نهار ابيض، الله، اول لقب اخده. لا خد، يلا بسم الله. عد البطل 1 2 3 واخيرا وقدرت اكسبه وبقيت بطل الاتحاد الصغير ده. كسبت حزام الاتحاد. مين ده؟ دخل رئيس عرض الرو ادم بيريس وقال I came here to tell you that you're not going to be able to hold on to that TV. ليه مش هعرف احتفظ بيه ليه؟ Because you're coming back to WWE. يلا بينا يلا بينا. لكن هرجع في عرض صغير هناك اسمه ال NXT. NXT, not Raw. وده عرض صغير جوه ال WWE بيلعب فيه الناس الصغيرة مش الكبيرة. وساعتها كان قدامي قرار صعب، يا اما ابدأ من تحت في ال NXT مرة تانية، يا اما ارفض واتحول لشرير. انا هروح مع الخيار التاني، ان انا ال NXT بالنسبة لي انا عايز اروح للعروض الرئيسية. I'm returning to WWE, but not NXT. وهددت ادم بيريس. ولما عرض سماك داون بدأ انا وهيكتور اقتحمنا العرض وهاجمنا اول مصارع قابلناه. ما رحمناش المصارع الغلبان ده خالص، ورسميا اتحولت لشرير. وقتها قلت للعالم كله I am back and I am just getting started.
لكن غضب رئيس سماك داون جدا وقال لي بوضوح You can't just show up here and start attacking my wrestlers. ومضى معايا عقد لسماك داون وقال لي انا عندي شرط انك ما تعصيش اوامري تاني. No guarantees. وحاليا طاقتي بقت 84 وللاسف بقيت مصارع مكروه. لكن اللي انتوا بتشوفوه في ثواني انا مصور الفيديو ده على يومين في مجهود كبير جدا، فعايزكم تقدروا ده. لو انتوا بتحبوا فيديوهات المصارعه هنعمل ايه يا عبده؟ عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات. مش هحط رقم معين، بس روح اضغط دلوقتي على زر اللايك. انا عارف ان في ناس كتيره بتحب الفيديوهات دي بس مش بتحب تضغط على زر اللايك ولا بتحب تعمل حاجه. لا خلينا نشوف كام لايك هنقدر نوصله. لو لقيت دعم كبير على طول فيديو مصارعه تاني مش هنوقفها ان شاء الله. بدات اشارك في عرض سماك داون وادفن كل خصم بيجي قصادي اسبوع ورا اسبوع، مصارع ورا مصارع، لحد ما في يوم مدير العرض قال لي انه هيجيب لي مصارع غامض العب قصاده. ما كنتش عارف مين هو. رحت العرض ووقفت مستني المفاجاه وطلع ايه ده؟ ارتروس تعال. اوه طلع ارتروس، تعال بوم. يلا خلاص انتهى ارتروس، انتهى. وطبعا كسبته، لكن بالنسبه ليا ده ما كانش كفايه. على انا وهيكتور قررنا ان احنا نهاجم عليه بعد الماتش. استنى هجيب حاجه واجي. بس ده المفروض انتقم منه من برون بريكر وبول هيمن. بس فجاه مين اللي جاي؟ جي اوسو وضربني وضرب هيكتور. فاكر نفسك بطل كده ولا ايه؟ وانقذ ارتروس وقال لي ابعد عنه، وبعدها طلع واتكلم عني. Ever since you came back, I've been watching you. Show up next week, Goose. وقال لي انه مستنيني الاسبوع الجاي، لكن انا كان عندي خطة تانية. خليت هيكتور هو اللي يروح يلعب الماتش. هيكتور دخل بدالي هيلعب قصاد جي اوسو. عندي احساس كبير ان انا ههاجمه دلوقتي. This and it's over. صاحبي لا لكن اللي جي اوسو ما يعرفوش اني كنت في مكان تاني. راكيشي ابوه كنت عندهم في البيت وهجمت على راكيشي ابو جي اوسو. هو اللي انا بعمله ده؟ انا بقيت شرير خالص. انا كرهت نفسي. يا نهار ابيض. ومن اللحظه دي الموضوع بقى شخصي بيني وبينه وخلاني مكروه اكتر واكتر ما بين الجماهير. مدير سماك داون استدعاني وقال لي ايه اللي انت عملته ده؟ مش انا قلت لك ما تعصيش اوامري؟ You weren't thinking at all. قلت له لو مش عاجبك اللي بعمله اطردني وابعتني عرض الرو، ولما اروح هناك هقدر انتقم من برون بريكر واخد لقب الدبليو دبليو اي. لكنه قال لي But you're not going anywhere. انت هتلعب ضد جي اوسو في سمر اسلام عشان يقدر ينتقم منك. قلت له خلاص نلعب على لقب الولايات المتحدة. Then sounds good to me. رحت العرض الكبير سمر اسلام. ماتش الصراحة جامد جدا. هو اللي معاه حق لان انا مهاجم ابوه، وهنلعب دلوقتي على اللقب. هل هقدر اكسب اول لقب ليا في الدبليو دبليو اي؟ ودخلت المباراة. الله يلا بوم. خلينا نجيب الجاروف بتاعي. تعال خد كده البوم. وقدمت ماتش عالمي ضد جي اوسو، لكن فجأة في ايه؟ ابو رجع. لا راكي يا دي النيلة راكيش. لا لكن جي اوسو بيعد عليا. خسرت بس انا بصدها وكملت الماتش وعملت فينش ورا فينش. تثبيت 1 2 وجي اوسو بيصد التثبيت. قمت تاني. خد. فين ابوك فين؟ لحد ما اخيرا قدرت اعمل القاضية. 1 2 عبده رسميا بطل الولايات المتحدة. لكن الحقيقة اللقب ده مجرد خطوة في طريق حزام الدبليو دبليو اي اللي مع برون بريكر. بعدها وانا كسبان اللقب مدير عرض الرو قابلني وكان زعلان وقال لي دي مش شخصيتك. So you can go attack an innocent man in his home, and for what? That championship? انت من جواك طيب، لسه في فرصة ليك. حاول ترجع طيب تاني عشان الناس تفتكرك كويس. Just stop. I'm trying to have a conversation with the real you. وبعدها المدير قال لي يا مهاجم الآباء
لا، انت لازم تدافع عن لقبك كل اسبوع. وبدأت مرحلة الدفاع عن لقب الولايات وانا طاقتي 88، واول دفاع ليا كان قصاد المحارب شيما. هذا اللقب شكله عليا جامد، وكانت مباراة قوية. ابلع، اقدر اجيب الحزام بتاعي واضربه بيه، لكن في الاخر بوم. 1 2 3 كسبت. الاسبوع اللي بعده دافعت عن اللقب ضد ابن ري ميستيريو. خليك نايم هنا، لا ينفع. عبده، يا نهار ابيض، ينفع اخد ازازه الميه؟ خد. 1 2 3 وبرضه كسبت. لكن في الاسبوع اللي بعده بتفاجئ ان ري ميستيريو نفسه بيدخل. صراحة انا اخش اسلم عليه. سلم عليه يا ري، سلم. فسلمت عليه لانه اسطورة كبيرة في عالم المصارعة، لكن رغم الاحترام لازم اكسبه عشان اقدر احافظ على اللقب، وكان اهم ماتش ليا لحد اللحظة دي. ميستيريو سلام انت بقى. بوم. 1 2 3 وقدرت اكسبه. وصلت الاسبوع اللي بعده ضد زماز، وكان ماتش سهل وكسبته. لكن بعدها الرئيس قال لي انا مش بحبك، فعندي ليك خصم غامض هتدافع عن اللقب قصاده دلوقتي. المره دي انا اللي هدخل الاول وهستنى الخصم. انا ما اعرفش مين اللي جاي دلوقتي، زيكم بالظبط. جيمي اوسو ده ابن راكيشي اللي انا ضربته، ده اخو جي اوسو التوأم. الموضوع بقى شخصي جدا، موضوع شكله شخصي وداخل في حرب عائلات. لكن هل هيكسبني على الحزام؟ على فكرة ممكن جدا. تعالى كنت قريب جدا من الفوز، لكن فجأة لا. يا عم اخوه داخل لي، انا ما عملتش حاجة. هاتوا هيكتور، هاتوا هيكتور. يا هيكتور امسكه، اضرب هيكتور. علامة هيكتور، علامة هيكتور. لا 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 لا، ما ينفعش اخسر كده، ما ينفعش اخسر كده، هخسر الحزام. لا يا هيكتور. خسرت لقب الولايات المتحدة بعد اكتر من شهر بدافع عنه. بعدها قررنا ننتقم انا وهيكتور. لعبنا ماتش 2 ضد 2 في القفص، وكان لازم احنا الاتنين نهرب. انا ساعد صاحبي يطلع برا القفص. يلا اطلع، فاضلك حتة. طلع خلاص. دلوقتي دور ان اطلع لوحدي قدام الاتنين دول. لوحدي لازم احنا الاتنين نطلع بره القفص. عندي حل ان اسيب واحد منهم يطلع والعب قصاد التاني لوحده. الله، خلاص. انا وهيكتور بنكسب الاوسو، وقدرنا ان احنا نهرب من القفص وكسبنا المباراة. وبعدها قابلت بول هيمن وقال لي يا عبدو انت لسه افشل مصارع في العالم. If we had worked together, you would have dragged me down with you into your world of failure and depravity. وعمرك ما هتكسب حزام ال WWE. بصيت له في عينه وقلت I will take his title. وهاخد منه اللقب واكون المصارع رقم 1 على العالم وارفع اللقب قصادك. بعدها هيكتور كلمني وقال لي تعالى نحاول نكسب لقب التاك تيم سوا، اللقب اللي بياخده افضل ثنائي في المصارعة. I'm focused on the WWE Championship. وساعتها كان قدامي قرار مصيري اني اقبل او ارفض العرض. دلوقتي انا عندي خيارين، يا اما اتخلى عن هيكتور، يا اما اكون معاه واكسب لقب التاك تيم. صراحة انا مش عايز لقب التاك تيم، انا عايز لقب ال WWE. لكن انا اخترت طريقي. هيكتور زعل جدا وقال لي انه قدم لي كل حاجة يقدر عليها. I supported you when you turned down NXT. قال لي اني هندم على القرار ده وسابني ومشى. علاقتنا انا وهيكتور اتقطعت وبقيت لوحدي. وانا في المؤتمر الصحفي فجأة في حاجة. اندرتيكر ولا ايه؟ The Electric Bill Saxton. في ايه بجد؟ اندرتيكر ولا ايه؟ لا استرجع. لقيت نفسي محاط بفرقة المرعبين اسمها وايت 6، وقالوا لي انهم هيدمروني. وساعتها فهمت ان الطريق لحزام ال WWE بدأ يبقى صعب، ولو انا عايز اكمله لازم اتخلص من الفرقة دي، خصوصا ان طاقتي دلوقتي وصلت 90 وعرض الراسلمانيا بدأ يقرب. عصابة الرعب بقت بتتدخل عليا اسبوع ورا اسبوع. لا بقى يا عم وسع، انتوا فيكوا ايه عمالين تطلعوا لي كل شوية ليه؟ كل ماتش العبه يقوموا متدخلين عليا وبيهجموا عليا كل عرض. لا
حرام. واستمر ده شهر كامل. انا مش فاهم والله، لحد ما اكتفيت من هجماتهم. المرة دي انا اللي هاجمتهم وقلت لهم انا مش خايف منكم، مش انا اللي ههرب، انتوا اللي هتهربوا. وقلت لرئيس العصابة عشان ننهي الموضوع ده هقابلك الاسبوع الجاي. I am not running from you. You should be running from me. فرحت على طول واستنيته، وبالفعل جه عشان ننهي الموضوع، وكنت قريب من الفوز. لكن فجأة تاني انا تعبت النور بيتقطع كل شويه. مين ده بقى؟ حصل تدخل من شخص مقنع، لكن مين هو؟ ولما اكتشفت طلع هيكتور انضم لفرقة الرعب، وبسببه خسرت الماتش. 1 2 3. والعصابة أعلنت انضمامه ليهم. بعدها قابلت بول هيمن وكان بيكرر نفس كلامه. You don't have the balls. بصيت له وقلت له هتشوف مين الجبان لما اغلب برون بريكر واخد منه حزام ال WWE. Don't you worry. Braun will get his sooner or later. The Wyatts and Hector are just a speed bump. لكن كان لازم اخلص الاول من مشكلتي. استنيت هيكتور في المكان اللي بدأ فيه كل حاجة، ولما وصل برر ليه هو انضم للعصابة ونفخ في الفانوس اللي معاه. وايه المكان ده؟ وفجأة لقينا نفسنا في مكان غريب. ايه الصمت ده؟ ايه المكان اللي هو جابني فيه ده؟ انا فين؟ اشبه ببيت الاشباح، مكان مظلم ومخيف. هيكتور انا ما كنتش عايز الموضوع يبقى كده. هيكتور 1 ثبت. لكني قدرت اهرب منه وما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، لاني لقيت رئيس عرض الرو قدامي، How did you get here? وكان جاي عشان يقول لي ان انا لازم ارجع للشخصية الطيبة. قال لي ان دي اخر فرصة ليا اني اتحول واكون طيب. لكن كل اللي كان في دماغي الذل اللي حصل لي من بول هيمن وبرون بريكر. All I see when I close my eyes is Heyman and Braun looking down at me. لكن رئيس الرو اداني خيار وقال لي ارجع طيب ولا كمل في الطريق المظلم اللي انت فيه. يا اما اضربه يا اما اكون طيب وارجع عبده الطيب مرة تانية. فده اللي انا هعمله واروح انقذ هيكتور منهم. فاخترت اني ارجع شخص طيب. I'm ready to make a change. لكن قال لي ان انا لازم اثبت ده، لازم ارجع للمكان اللي كنت فيه وانقذ هيكتور. قلت له ارجع ازاي؟ But that might be a good place to start. رجعت للمكان المظلم تاني عشان اقدر انقذ هيكتور، لكن كان لازم اغلب العصابة كلها. 1 2 3. قابلتهم كلهم واحد ورا التاني بهزمهم لحد ما غلبتهم كلهم برئيسهم، وما عادش فاضل غير هيكتور. فاضل اني اغلب هيكتور بس وارجعه زي ما كان. بس كده هيكتور روح. خلاص ثبت. 1 2. غلبته هو كمان، وفي النهاية رجع لطبيعته وقال لي انا ما كنتش فاهم اللي بيحصل لي، لكني اعتذرت له فقبل اعتذاري ورجعنا اصحاب من جديد. ودلوقتي الطريق بقى فاضي اني اروح اتوجه للقب ال WWE. فرحت الرئيس عرض الرو وقلت له There's only one title that matters to me, and it's strapped around Braun's waist. وقال لي انا ما عنديش مشكلة، بس اطلع صرح بده قدام العالم. وانا بعمل ده فجأة دخل برون بريكر وكان واضح انه عايز يتخانق معايا، وقال لي انت ما تستحقش الفرصة دي. Please, بول هيمن Braun, this isn't worth it. This is a desperate publicity stunt by a relic among relics. وبول هيمن قال نفس الكلام. قال لي ان انا ما استحقش اواجه برون بريكر، لكن ما فيش غير طريق واحد وهو اني اكسب ماتش الاليمينيشن تشامبر. Braun Breaker's challenger at WrestleMania will earn the right inside the Elimination Chamber. ولو انا قدرت اكسبه ساعتها هاخد فرصتي في راس المانيا قصاد برون بريكر. لكن عشان اتأهل لماتش قفص الاليمينيشن تشامبر كان لازم العب مباريات تأهل ليه. لكن السؤال هل هقدر اعمل ده؟ لان اول ماتش تأهل ليا هيكون ضد الافعى راندي اورتن اسطورة المصارعة، وفي الوقت ده طاقتي وصلت لل 92. هل هقدر اتأهل لماتش الاليمينيشن تشامبر؟ راندي اورتن دخل عشان العب قصاده. انا مش متخيل الراجل اللي قدامي ده اسطورة كبيرة في عالم المصارعة. لازم اسلم عليه. سلم عليا يا راندي.
سلمت عليه وكانت مباراة عالمية، لكن لازم اكسب عشان اتأهل لماتش الاليمينيشن شامبر. وفي الاخر كسبت. الاسبوع اللي بعده لعبت ضد سيس رولينز، واحد من اقوى المصارعين في الشركة، وكان ماتش صعب جدا، لكن في النهاية 7 1 2 3 قدرت اكسبه بحركته، وبكده كسبت فرصتي وتأهلت الماتش الاليمينيشن شامبر اللي لو كسبته هاخد فرصة على اللقب في الراس المانيا. فرحت للمباراة وكان قصادي 5 مصارعين. الماتش ده بسيط، 6 بيلعبوا في القفص واخر واحد صامد بيكسب. ده اول واحد اسمه ايسن، هيدخل اول واحد وشكله مصاب. اللي بعده درو ماكنتاير. جونثر الراجل اللي خلى جون سينا يعتزل، ده اسمه تريك ويليامز. فكده انا هبدأ الماتش، كلهم اتحبسوا، فكده اول 2 هيبدأوا الماتش. مين هم اول 2؟ انا وواحد تاني. مين اللي هيجي؟ جاي اوسو. عندنا خلافات مع الراجل ده، لكن دلوقتي انا بقيت طيب. ال6 مصارعين اتحبسوا حاليا، عشان اخد فرصتي على اللقب لازم اكسب الماتش ده. والماتش كان جامد جدا لحد ما انتهزت الفرصة وطلعت درو ماكنتاير. ثبت اول واحد هيطلع هنا. 1 2 3 جي اوسو اول واحد يطلع بره. اللي هيدخل هو جونثر. واحد كمان هيدخل دلوقتي، ريك ويليام. الله تعالى ثبت 1 2 3 درو ماكنتاير تاني واحد بيطلع. 2 حاليا اخر واحد هيدخل. تعالى 1 2 3 ده كمان طلع. ما عادش غير 3 في الحلبة، وسبت الباقي يضربوا في بعض. ودي كانت خطتي، ان هم يطلعوا بعض واسيبهم يتعبوا مع بعض. انا سايبهم يضربوا في بعض، قاعد بتفرج. 1 2 لحد ما خرجوا بعض، وفضل واحد بس قدامي، مصارع واحد، جون. يلا تعالى. خلاص خلصت. قوم ثبت 1 2 يا نهار ابيض، بيصد ازاي ده؟ وكان خصم صعب جدا وما كانش عايز يخسر، لكن حاولت وفي الاخر ايه ده؟ يا نهار ابيض، كسبته واخدت فرصتي على الله. لكن لا، جيكوب فاتو هجم عليا. وانا عملت ايه طيب؟ انا لسه كسبان الماتش، تمام، ما عملتلكش حاجه. لا هيطلع فوق خالص. نهار ابيض يا عم، انا لسه كسبان الماتش. لا يا نهار ابيض. وعمل عليا اقوى فينش شفته في حياتي، وقال ان انا سرقت مكانه. وبعدها بول هيمن وافق على الكلام بتاعه وقال اني ما استحقش اكون المنافس الاول لاني سرقت مكان جيكوب. But right now, there is no #1 contender for the WWE Championship. ورئيس العرض وافق على الكلام ده وقال ان لو عايز اكون المرشح الاول لازم العب ضد جيكوب فاتو في مباراة قفص كبير انا وهو بس، واللي هيكسب هيكون المرشح الاول على اللقب. فطبعا وافق ودخلنا الماتش، وكان ماتش عالمي. طلعنا فوق القفص. المعركة دي لازم تخلص. لا اصبر يا نهار ابيض. اقدر انط وحصلت دراما كبيرة. هيقع. لا شكلنا اللي هقع ولا ايه؟ وفي لحظة وقعنا من لا في نفس الوقت، لحد ما اخيرا عملت له الفينش. 2 3 اخيرا واخيرا اقدر اقول ان انا المرشح الاول على اللقب. فرجعت العرض الرو واستدعيت برون بريكر، لكن اللي طلع كان بول هيمن وقال لي انسحب من الماتش وما تلعبش على اللقب. وقتها فهمت الحقيقة، بول هيمن هو اللي كان بيرتب كل حاجة عشان يبعدني عن برون بريكر. برون بريكر دخل وكان غضبان وقال ان هو مش عايز ده، وانه هيدمرني ومش عايز حماية مني. وفي اللحظة دي رئيس العرض دخل واعلن رسميا ان الماتش هيحصل في الحدث الرئيسي راسلمانيا، انا ضد برون بريكر على حزام WWE. بعد كل الرحلة دي وصلنا للنهاية، وصلنا للماتش اللي هيحدد كل حاجة. هل فعلا هقدر ابقى المصارع رقم 1 في العالم؟ طاقتي حاليا وصلت 94. انا فاكر اول مرة لما كنت 75، دلوقتي 94، وهلعب اخر
ماتش هو اللي هيحدد هل هقدر اكسب ولا لا. حاليا خلينا نتوجه للمباراة دي. عرض الراس المانيا، 80,000 مشجع موجود بيتفرج على الحدث الرئيسي. صراحة القاعة شكلها جامد، قاعة تخيلية لعرض الراس المانيا. عبده في عرض الراس المانيا ضد البطل برون بريكر، ومعاه بول هيمن على اقوى لقب في المصارعة، WWE. ده كان اول ماتش وحاليا هيكون اخر ماتش. انا فضلت وقت كبير جدا عشان اوصل للماتش ده. وسع. لا لا، تعالى خد انت بقى. كده جامد جامد. وسع، روح، تعالى وبوم. يلا كمان واحدة. يا نهار يا عم انت، وانا بتعمل فيها كده ليه طيب؟ الله وبوم. علم ايه؟ علم. انا في حاجة انا عايز اعملها. بعد رفع علم فلسطين بره، لكن في حاجة انا عايز اعملها. يا عم روح، انا هوريك. خد. سيبني، عايز اضرب الراجل. وسع. لا 9. ماشي كنت هخسر اللقب في ثانية. بول هيمن دخل عمال يعمل حاجات انا زهقت منه. تعالى بس اقعد انت كمان يا عم. بول هيمن بطل تعمل حاجات، بطل. وانت يا ابني بتقف ازاي يا ابني؟ لسه ضربة. ويا عم اقعد يا عم. فينيش كمان. يلا يلا يلا، ثبت عبده بطل. لا، فك التزويق. ودايما كل شويه بيشتتني. يا عبده ركز يا عم. الله، يلا يلا قوم قوم، يلا بوم. خلاص عبده بطل WWE. اخيرا 1 2 3. انا قلت لك ايه يا ابو الهيمن؟ عبده هو اقوى مصارع في العالم. رسميا بنرفع اللقب في الحدث الرئيسي للراسل. ايه ده؟ ايه ده؟ دايما الراجل ده بيخون الناس. راح خان برون بريكر وعايز ينضم ليا. عايز يكون وكيل اعمالي بعد ما بقيت بطل WWE. بيترجاني ان هو ينضم ليا. هل اقبل ان هو ينضم ليا ولا اضربه؟ يا اما اكون مع بول هيمن يا اما اضربه. طبعا الخيار هيكون وانت عمال تترجى كده. ابو الهيمن قوم اقف بس. ابو الهيمن حبيبي بص وراك بقى. بوم. عبده المصنف الاول على العالم كاقوى مصارع في WWE. بعد رحلة كبيرة جدا بنعملها وبننتقم في عرض الراس مين. فلو انت وصلت للحظه دي من الفيديو فانت شخص مميز جدا. لو لسه ما ضغطتش على زر الاشتراك اشترك حالا، واكيد انت ضغطت على زر اللايك، واليوتيوب بيقول ان الفيديو ده هيعجبك جدا. اتفرج عليه دلوقتي من هنا. وما تنساش ان انجاز انك تكسب لقب WWE مش اقوى انجاز في العالم. اقوى انجاز انك تحافظ على صلاتك، لانها هي اللي هتنفعك فعلا.